امبارح جاني بالحلم حياة حافظ أسد أبو باسل واقف على طرف نهر لأنه بيأشر لي. قلت له أني؟ قال لي أني. تعال. قربت لعنده من ملامحه قلت له مين أنت؟ حاس حالي شايفك. طلعت فيه وتميزته. قلت له أبو باسل؟ قال لي أبو باسل. قال لي أنت من سوريا صح؟ قلت له من سوريا. دار وجهه على جنب. قلت له علامك زعلان مالك؟ وقال لي ولادي 2 امبارح صدر فيهم حكم إعدام. بقول لي شو عليهم دليل؟ الناس ما عاد خافت من الله؟ توضيتوا باللبن؟ قلت له والله ما بعرف. مشى هيك وهو يفتل بإيده ويقول لي روح. خطر ببالي ولا قلت له أبو باسل وكنت ذبحت نص الحماه. بقول لي هلا فكنا ذبحوني ذبحت. عاطف نجيب قاعد يقول والله العظيم بحلف ما حد مصدقني. بل شو بتآمنوا انتم؟ والله العظيم ما دخلني يا جماعه. بشار الاسد قاعد يقول انه عاطف نجيب امنا بالله عليه دلائل. انا واخوي شو دخلنا؟ ماهر الاسد قاعد يقول انتم ليش حاطيني بالموضوع يعني في احقاد شخصيه لا سمح الله. يعني بشار الاسد بيقول انا بدي اوكل محامي واطعن بالحكم. هذا ظلم جماعه. ما عاد الناس ما عاد خافت من الله. انا واخوي يعني جماعه قاعدين يشتغلوا بروسي. عالم عايف حاله عمال. لهالدرجه احنا صرنا بلد متطور ومتقدم. يعني بشار الاسد وماهر الاسد بدهم محكمه وحدا يصدر حكم فيهم. احنا من 2011 بعد ما كان حدا ميت نقول بدنا اعدامك بشار. معقول وصلنا لهي المرحله من التطور والتقدم والديمقراطيه؟ يعني المجرمين اللي ذبحونا 14 سنه بوكلوا محامين وبطعنوا بالحكم وبدهم محكمه تبت بامرهم. انا بحس الليره السوريه تساوي $3 او شوارعنا كلها مزفته او النت 5G. يا اخي انتم جيبوهم لبشار وماهر والحكم صادر عليهم من الشعب السوري من زمان. يعني راح يكون الاعدام عض او بغطى علبه السردين او بخيط البوط.